كان زمان كنت بتستلم المنتج والبريف من العميل ما بتعرفش تعمل ايه والدنيا كلها بتقف معاك. دلوقتي الموضوع في عالم السوبر كمبيوتر بقى اسهل بكتير، لان بمجرد ما ترفع له صوره المنتج وصوره البريف فبيحصل سحر قدامك. وانا هنا كلامي موجه اكتر لاصحاب البراندات والكرييتيفز اللي بيكونوا عايزين يطلعوا حاجه مبدئيا للافكار بتاعتهم. فحضر كوبايه الشاي بتاعتك وتعالى اتفرج معايا. انا علي بن بوزيا، اي سبيشاليست. صلي على النبي، اعمل سبسكرايب، لان دي قناتك الاولى في الوطن العربي اللي انت تتعلم فيها ماركتنج بالاي. تعالى معايا. دي واجهه البرنامج اول ما بنفتح موقع هيكس اي. دي الواجهه اللي بتظهر لك. فخلينا ناخد الموضوع مع بعض واحده واحده ونشوف الواجهه دي بنبدا ان احنا نحللها ازاي، وايه الاستفادات اللي احنا ممكن نطلع بيها، ونقدر نعمل الاعلانات ازاي. يعني خلينا اوريك الفيديو اللي احنا طلعناه. تيستي هيلثي اند تيستي، زيرو سعرات حرارية، طعم التوت وكولا. وكمان اناناس. طيب فهنبدا في البدايه. احنا هنبدا نتعلم واحده واحده، نشوف الموقع ايه مميزاته وايه اللي يخليه افضل من المواقع التانية اللي موجوده. بدايه ان احنا نبدا نعمل صوره لحد ما نطلع اول اعلان لينا في الويب سايت ده. طبعا كل الشكر لموقع اكس اي ان هم ادوني الفرصه ان انا اجرب الموقع وان انا اقول رايي فيه، ولو في اي ملاحظات تقدروا ان انتوا تكتبوها لي تحت في الكومنتات. فخلينا نبدا مع بعض كده وبسم الله. اول حاجه الموقع بيختلف تماما عن اي موقع انت اشتغلت عليه قبل كده. فبتبدا هنا هو يديك شويه خيارات زي السلايدز وفيديو وايمج ودوكس وريسيرش. طيب الحاجات دي عباره عن ايه؟ كل ما تختار ايقونه من دول بيبدا ينقلك لوضع تاني خالص. بتبدا ان انت فيه تعمل جنريت للحاجه اللي انت اخترتها. يعني لو اخترنا وضع الفيديو هنا بيبدا ان هو يجنريت الفيديو بناء على الديسكريبشن اللي انت بتكتبه. ابتديت ان انت تعمل ايمج بيبدا ان هو يعمل صور ويبدا ان هو يجنريت صور عادي خالص في الطبيعي. نفس الشيء مع الدوكس، ده بيكون سهل جدا ويكون كويس جدا لاي حد او اي طالب حابب ان هو يعمل بحث. وكمان الابحاث بتاعت الكليه، وكمان بيفيد جدا الناس اللي هي بتوع تحليل المحتوى والكونتنت كرييشن. فنبدا باول حاجه خالص عايزين نتفرج عليها، وهي الايمج موديلز. هنبدا نخش على الايمج موديلز من هنا. هيبدا يختار لك من هنا يا اما ترفع صوره يا اما بتختار الموديل اللي انت بتشتغل فيه. واجمد حاجه في الموضوع اللي انا شايفه يعني من وجهه نظري ان هو جايب لك تقريبا 3/4 الموديلز اللي موجوده في العالم، او اشهر الموديلز اللي موجوده في العالم تبدا ان انت تشتغل بيها. فبتبدا ان انت تختار من هنا المقاس زي ما انت ما عاوز، تختار الريزولوشن سواء 2K او 4K، تختار الاوتبوت اللي انت هتطلعه، ونختار صوره واحده مثلا. وفي حالتنا دي احنا اول حاجه اخترنا الايمج موديل زي ما قلنا. نبدا نختار نانو بنانا برو لان هو ده الاختيار اللي احنا هنشتغل بيه، وجايب لك هنا جنبها ان هو ده اشهر حاجه الناس تشتغل بيها. فنبدا نشتغل بنانو بنانا برو ونخليها 4K. انت طبعا على حسب اختيارك، انت براحتك ممكن تختارها 4K ممكن تختارها 2K، ولكن انا ارشح لو انت في البدايه بتبدا ان انت تعمل حاجه نعملها 2K عادي خالص. ونبدا ان احنا نجيب 9:16 اللي هو المقاس الطولي، لان احنا هنعمل المقاس اللي بالطول. طيب هتقول لي يا علي انا عايز اعرف دلوقتي الصوره اللي هتطلع الاوتبوت الايمج الواحد بياخد كام كريدت. اقول لك تيجي هنا جنبها بيقول لك ان انت الصوره بتطلع ب 36 كريدت. طيب انت بيبقى معاك كام؟ انت بيبقى معاك على حسب الاشتراك بتاعك، سواء ماكس سواء الاشتراك العادي. ده برضه هنتكلم فيها في اخر الفيديو. فنقطه الاشتراكات هنتكلم فيها في اخر الفيديو ما تقلقوش. وهنبدا هنا بيقول لك describe the image you would like to create. بيقول لك هنا ابدا اكتب البرومبت اللي انت حابب ان انت تطلع بيه الصوره. انا عن نفسي هبدا ارفع المنتج بتاعي عادي خالص. هندوس ابلود. ابتدى ان هو يرفع شكل المنتج بتاعي ويعمل ابلود للمنتج. فهنا هنبدا نكتب البرومبت بقى بتاعنا بالشكل ده كده. ابتديت ان انا اديله البرومبت اللي موجود معايا هنا اهو. طبعا لو انت مش فاهم ازاي تجيب البرومبتس اللي بتبقى زي كده، انا هسيب لك في علامه الاي اللي موجوده دي فيديو قبل كده كنت بشرح الطريقه اللي بنجيب بيها البرومبتس عشان نقدر نطلع الستوري بورد جاهزه نبدا ان احنا نشتغل بيها. فبنبدا ندوس جنريت وبنستنى اقل من دقيقه بيكون عمل لنا جنريت للصوره. الشاشه زي ما انت شايف كده بتتقسم نصين قدامك. الجزء اللي على الشمال المكان اللي انت بتبدا تكتب فيه، الجزء اللي على اليمين الجنريشن اللي هو بيبدا يطلعه لك. واجمد حاجه في الموضوع هنا اهو ان انت بتبدا تغير او تعمل اللي انت عايزه من خلال الحته اللي على الشمال. الجزء اللي على الشمال ده تبدا ان انت تكتب فيه اي حاجه انت عايزها، تبدا ان انت تدوس جنريت تاني فبيبدا ان هو يعدل لك الجزء التاني. وكمان عندنا في الخانه اللي على اليمين هنا اهو عندنا خيارات فوق هنا. الخيارات دي بتبقى عباره عن ايه؟ دي بتكون
ليها علاقه بالاب سكيل، وكمان الانكروب دي بتزود لك او بتنقص لك المساحات اللي انت بتشوفها، وبتبدا هنا علامه الاستيكه دي بتبدا تشيل الحاجات الزيادات اللي انت مش عايزها. وكمان هنا ريموف باك جراوند، لو انت عندك صوره او حابب ان انت تشيل الخلفيه بتاعتها فبتبدا تدوس ريموف باك جراوند. عندك الاي اي باك جراوند دي بتبدا ان انت تغير الباك جراوند اللي بيكون فيها الشخصيه او يكون فيها المنتج بتاعك. هنا ابتدى ان هو يطلع لي المنتج بتاعنا، ابتدى ان هو يديني جنريشن ده، ولكن انا مش عايزه بالمقاس ده، انا هخليه بمقاس اللي بالطول. ونبدا ندوس جنريت تاني. هبدا اخد نفس البرومبت كوبي واديله سند، وهيبدا يطلع لنا جنريشن تاني خالص. وبالمره برضو ان هو يبدا يوريني حاجات تانية ممكن ان احنا نشوفها تعجبنا اكتر من الحاجات دي. طيب هنا ادانا مشكله ان المنتج نفسه اتغير. طيب المنتج نفسه اتغير ليه؟ المنتج نفسه اتغير بسبب ان هنا ما عملناش ابلود لصوره المنتج الاصلي. فنبدا ان احنا نعمل ابلود للمنتج ونبدا نكتب البرومبت، فنبدا ندوس سند مره تانية. اهم حاجه في الموضوع ان انت لازم تكون معاك كوبايه الشاي بتاعك عشان تتفرج باستمتاع. وطبعا زي ما احنا توقعنا ابتدى ان هو يطلع لي الصوره اللي انا عايزها، ابتدى ان هو يطلع لي الستوري بورد اللي فيها كل الصور الخاصه بالمنتج بتاعنا. فبعد كده هنبدا نعمل لها داونلود عادي خالص، ونبدا نسيبها في المكان اللي احنا عايزينه، ونبدا نخش على المرحله اللي بعد كده وهي الجنريت بتاعت الفيديوز. طيب هتقول لي يا علي دلوقتي احنا كنا بنعمل حاجه، وهي ان انا بدوس فيديو موديلز وبنبدا نختار الموديل بتاعنا عادي خالص. جامد في الموضوع هنا في هيكس اي اي ان هو بيديك كل الموديلز الموجوده تقريبا في العالم او اشهرهم زي رانواي ولوما دوت اي اي، وكمان عندك وون دوت اي اي وكلينج اي اي، واهمهم سيدانس 2. وكمان لامم كل حاجه في سيدانس ليها علاقه بالموديل نفسه، سواء سيدانس 2.0 فاست برو او برو اللي هو 1.5. طيب احنا هنا كنا بنعمل ايه؟ بنبدا ان احنا نرفع الصوره بتاعتنا اللي احنا سيفناها، وبنبدا نكتب البرومتس ان هو يبدا ان هو يعمل لنا فيديو من خلال الستوري بورد دي. وكمان بنبدا ان احنا نكتب تكست تو فيديو، وكمان بنبدا نختار الريزولوشن بتاعنا ونختار ان هي 1080 ونختار عدد الثواني اللي موجوده معانا، وبنبدا ندوس جنريت عشان يبدا يطلع لنا الفيديو بتاعنا. طيب هنا بقى التريكات الجديده اللي بتتميز فيها هيكس اي اي، وبصراحه انا انبهرت جدا جدا بالموضوع ده، وهي ستوري تو فيديو. الموضوع ده مدهش جدا جدا جدا، وهي عباره عن سوبر كمبيوتر. اللي ما يعرفش يا جماعه ايه السوبر كمبيوتر ده، باختصار شديد انت ما بتعملش حاجه، انت بتكتب شويه كلام وهو بيعيش الدور وبيعمل كل اللي هو عايزه. فدي مميزه جدا لو انت حابب ان انت تعمل فيها اي حاجه. هتبدا تدوس تخليها هنا سينكينج، عشان سينكينج دي بتكون موديل بيكون اقوى. ونبدا نختار هنا اهو ان احنا عايزين نعمل فيديو للمنتج بتاعنا. فبمنتهى البساطه هندوس كنترول في عشان نبدا نديله الصوره اللي احنا لسه عاملين لها جنريت، وببدا اديله البرومبت وبخليها سينكينج زي ما قلنا. من خلال البرومبت ده، هو برومبت صغير جدا ولكن شوف اللي الموديل او السوبر كمبيوتر هيعمله. هو انا قلت له انيميت ستوري بورد تو فيديو لاكجري، يعني انا محتاج منك ان انت تعمل انيميت للستوري بورد دي تخليها فيديو لاكجري. وبمنتهى البساطه انا ايدي الاثنين اهم هندوس سند، في اقل من 5 دقائق هيكون عندك فيديو متمنتج كامل للمنتج بتاعك بالشكل ده كده اهو. قاعد يشتغل مع نفسه، ابتدى ان هو يفكر، ابتدى ان هو يعمل السكيل بتاعته، ابتدينا ان هو يختار كل حاجه، ابتدى ان هو يطلع لي شويه اختيارات هنا هو موجوده. بيقول لي اختار الفيديو لينث اللي هو المساحه بتاعه الفيديو اللي هو عدد الثواني بتاعه. هنا انا هختار ان هو يكون 15 ثانيه. هختار الفيديو يكون بالطول، لا خلينا الفيديو يكون بالعرض احسن. الفيديو هنا هو نخليه ان هو فعلا في عندك 3 اختيارات. عندك لاكجري براند اد اللي هو اعلان يكون لاكجري، عندك سوشيال ميديا برومو، عندك كلين برودكت شو كيس. فانا هختار من هنا سوشيال ميديا برومو اللي انا عايز انزله على السوشيال ميديا، فعايز حاجه تعمل تشتيت على السوشيال ميديا. الفويس اوفر انت عايزه انجلش فويس اوفر، عايزه عربي فويس اوفر، مفيش فويس اوفر وميوزك سبتايتلز اونلي، فانا هخليه لا انجلش فويس اوفر. هنا بيقول لك حابب ان انت تزود حاجه تانية. هنا هنقول له، هو انا شايف ان هو كويس قوي، يعني هو كاتب كل حاجه اللي احنا عايزينها. هكتب بالعربي عادي خالص، هكتب له ما تغيرش المنتج بتاعي وركز جدا على تفاصيله ويطلع لي فيديو
يكون عالمي، وندوس كريت فيديو. بالشكل ده كده ابتدى ان هو يفكر تاني، يعمل ثينكينج تاني، ويبدا ان هو يشتغل مع نفسه. وهنا خلاص بيقول لك انا خدت الاعدادات بتاعتي، فابتديت ان انا اعمل فيديو. فهنشوف الحاجه اللي هو هيبتدي ان هو يطلعها لي. هنا بيقول لك الجول بتاعي تيرن يور ابلود ستوري بورد. فابتدى ان هو يجيب الفيديو ايجنت ان هو يبدا يعمل الفيديوهات. عامه هيرص لي هنا شويه فيديوهات من خلال الصوره اللي انا عملتها له فوق. هنا ابتدى ان هو يقول لي ان المشروع جاهز. خلينا نتفرج على الاوتبوت اللي هو هيطلعه لنا. انا غيرت اعداد صغير بس هنا اهو في الفيديو، خليته ان هو يكون فيرتيكال. ابتدى ان هو يعمل لي زي ما قلنا ان هو يطلع لي شيت موديل كامل ليه علاقه بالمنتج بتاعي، وابتدى ان هو يطلع لي شويه الفيديوهات دي وطلع لي النتيجه دي. بمنتهى البساطه ادوس داونلود وخلصت على كده. بقى معايا الفيديو، اقدر ان انا اعدل واقدر اضيف اي حاجه ان انا محتاجها في الفيديو. طبعا هيكون في خصم 10% اللي انا هسيبه لكم دلوقتي موجود قدامكم هنا اهو في الشاشه. الخصم ده تقدر ان انت تشترك بيه طبعا. وكمان هيكون في سحب على اكونتين، الاكونتين هيكون فري، وكمان هيكون خطه الماكس. فشروط المسابقه ان انت تسيب كومنت وتعمل سبسكرايب وتقول ايه اكتر ميزه عجبتك في الويب سايت عشان نقدر نعمل سحب على الاكونتين من خلال الكومنتات اللي موجوده في الفيديو. فلو دخلنا على مور تولز هنا هتبدا تلاقي عندك بوتس تقدر ان انت تكلمهم زي الجي بي تي، زي جيميناي، عندك كلود او بي اس، عندك كمان كل انواع كلود اللي موجوده دلوقتي. حتى في هنا كل انواع شات جي بي تي، كل انواع جيميناي موجودين، فتقدر ان انت تستخدمهم عادي جدا. وكمان عندنا اهم 3 ميزات موجوده هنا اهو، اللي انا شايفهم من وجهة نظري اهم ميزات موجودة في الموقع، هي السوشيال ميديا بوست وبوستر ديزاين وداتا انالايز. تقدر تعمل بوستات سوشيال ميديا. لو انت بصيت تحت هنا في الريكومنديشن هتلاقي في حاجات معمولة قبل كده تقدر ان انت تتفرج عليها. ابتدى ان هو يعمل اعلان كامل سوشيال ميديا ادز من خلال صورة المنتج عادي خالص، وابتدى ان هو يطلع له اعلان كامل من خلال شوية برومتس بس هو بيكتبهم. احنا دلوقتي خلصنا ومحتاجين ان احنا نعمل ريبورت كامل، سلايدز كامله بي دي اف للعميل بتاعنا، نوري له احنا عملنا ايه في الاعلانات اللي احنا لسه عاملينها دي. فبنبدا نختار سلايدز من هنا وبنبدا نقول له كرييت مثلا الحاجه اللي احنا عايزينها. يعني على سبيل المثال هنا ابتديت ان انا اديله المنتجات بتاعتي واديله شكل المنتجات اللي انا طلعتها، وقلت له عاوز منك عرض تقديمي للاعلان بتاعي. وابتديت ان انا اقول له استخدم الصور اللي رفعتها لك واتكلم على الانسايت الخاص بالمنتج نفسه، ويكون الكلام العربي كويس وبين تفاصيل المنتج. ابتدى ان هو يعمل سكيل مع نفسه كده، هو بيقرا الملفات اللي انا رفعتها له، وابتدى ان هو يختار سلايد ايجنت، وابتدى ان هو يطلع لي العرض التقديمي اللي انت هتشوفه قدامك ده. فبمنتهى البساطة انت طلعت بي دي اف كامل له علاقة بالمنتج بتاعك من غير ما تخش في اي تفاصيل معقدة. لو دخلت على البرايسنج بتاع الموقع هتلاقي قدامك كذا اختيار ان انت تقدر تختار ما بينهم، زي هيكس اي اي فري، ده الفري عادي خالص، ده بيديك 20 كريدت تبدا ان انت تجرب بيهم الحاجه اللي انت عايزهم. وكمان بيجيب لك هيكس اي اي ماكس، ده انا شايف الخطه دي مناسبه جدا وارشح بيها بقوه لاي حد يقدر ان هو يشتغل بيها. وكمان تقدر تختار الكريدت بتاعتك زي ما انت عايز، يعني ممكن تعمل كاستمايز للكريدتس بتاعتك دي. ثمنها $30، يعني حوالي بالمصري 1500 جنيه. وعندك هيكس اي اي برو دي في المتوسط ما بين الاثنين، دي ثمنها $20، دي بيديك 1500 كريدت في الشهر. فانا شايف انسب خطه للكرييتيف عامه هي هيكس اي اي ماكس، دي بتكون بالشهر. وكمان عندك خصم 50% دي بالسنه، بيكون ثمنها $14، يعني نزلت تقريبا 50%. فبتبدا ان انت تختار، وبيجيب لك هنا المميزات اللي بتكون موجوده معاك زي الاي اي ايجنت اللي بيكون معاك. وكمان بيقول لك ان انت معاك unlimited موديلز، بيوصل معاك كمان ان انت بيكون معاك السوتا موديلز كامله، اي ال ال ام سواء الايمج كمان.
سواء كمان المودلز بتاعت الايمج او الفيديو. وبس كده، انا علي بنبوزيا AI سبيشاليست. لازم تبقى عامل سبسكرايب للقناه عشان دي قناتك الاولى في الوطن العربي للتعليم AI.